إنه في يوم الثلاثاء 29/6 الساعة 10:30. أنا أحمد سنوبي مع بطة قررت أبدأ يوتيوب. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد سنوبي، شاب مصري عايش في هولندا، وده اول فيديو ليا في القناه. طبعا كان حلم من احلامي المؤجله ان انا يبقى عندي قناه على اليوتيوب. رحلتي في القناه هتبدا النهارده ان شاء الله، ده يبقى اول فيديو، وهحاول على قد ما اقدر انزل باذن الله فيديو كل اسبوع. بالنسبه للمحتوى القناه هيبقى عباره عن فلوج، جيت ازاي هولندا، الاوراق المطلوبه لو عايز تيجي اوروبا، وبشكل عام احاول انقل بقدر الامكان خبرتي، واحاول اساعد بقدر الامكان لو حد عاوز يجي، سواء دراسه شغل ايا كان، وشكل الحياة للمجتمع الهولندي بشكل عام. فده كله أنا هشرحه في فيديوهات جاية كتير. فيلا بينا نبدأ فيديو النهاردة وناخد بطة ونروح نبدأ الفيديو. أول ما بيجي في دماغك هولندا، إيه أول حاجة بتفكر فيها؟ أو وبرضك مش جون مجدي عبد الغني اللي كان عرفنا بيه. موضوع الفيديو النهارده عن القنوات المائية، الطواحين الهولندية، زهور التوليب، هولاند أو نيدرلاند. نيدرلاند ترجمتها يعني الأراضي المنخفضة. ازاي الهولنديين عرفوا يحموا نفسهم من الفيضانات ومع ان ربع الدولة بيقع تحت مستوى سطح البحر. مثلا عندنا في مصر لما السفينة وقفت في قناة السويس استعانوا بمهندسين هولنديين عشان يجوا يساعدوا. في دبي مثلا استعانوا بمهندسين هولنديين عشان يساعدوا في بناء جزر صناعية زي البالم ايلاند أو جزر النخيل. هولندا سنة 1919 عملت أكبر مشروع ليها في القرن العشرين، هو سد على طول 30 كيلو متر قدر يحمي هولندا من بحر الشمال. وقبل بناء السد ده كانت دايما هولندا بتعاني من الفيضانات اللي كانت دايما بتقتل الوفات. عشان كده هولندا قررت تحارب او تتحدى الميه، بس المره دي مش اي حرب، ده حرب ضد الميه. وده شكل عدد كبير من البحيرات او القنوات المائيه في هولندا. فده هياخدنا ان احنا نعرف اكتر عن القنوات المائيه في هولندا. يعني أمستردام فيها أكتر من 100 كيلو متر بحيرات اللي اتبنت في القرن ال19 واللي مشكلة حزام مائي حوالين المدينة. وده خلى في امستردام في اكتر من 1500 جسر و90 جزيره. وده خلاها ان معظم السياح اللي بيجوا امستردام او هولندا بشكل عام بياخدوا فلوكه او مركب بيعملوا رحلات في القنوات دي. وده خلى ان كل الهولنديين بيعرفوا يعوموا، حتى ان الاطفال في المدارس بيعلموها لهم كماده اساسيه. يعني تلاقي طفل عنده 4 سنين وبيعرف يعوم زي اي شخص عادي. بس ازاي الهولنديين قدروا يحموا نفسهم من الفيضانات ومياه بحر الشمال دي؟ فعملوا حاجه جميله جدا وهي الطواحين. عشان كده كالمعتاد هناخد بطه وفي طاحونه هنا في المدينه اللي انا قاعد فيها، وهنشوف الموضوع ده بيقول ايه. انا مش عارف بالظبط هي مكانها فين، بس هي في مكان ما هنا يعني. طاحونة.
هولندا فيها طواحين كتير، ومش بس مدية شكل جميل للمدن الهولندية، لا كمان من أهم الحاجات زي السدود بالظبط من حماية المدن الهولندية من الفيضانات ومياه بحر الشمال. ازاي؟ تعالوا نشوف. الطاحونة ساعدت الهولنديين إن هم يطردوا المياه حوالين الدولة. إزاي؟ إنهم بنوا سد أو حيطة حوالين المكان اللي عايزين يطردوا منه المية، وبعد كده في تروس بتبقى موجودة تحت الطاحونة بتلف عشان تطرد المية دي بره، وكل ما تلف كل ما المية تخرج أكتر. تعتبر إرث قومي شايفين دي طيارة هليكوبتر تبع المستشفى، لما يبقى في حالة خطر جدا بيطلعوا الطيارة دي مخصوص تجيب سواء طفل او سيدة كبيرة هتموت او حاجة والاسعاف مش هتقدر تجيبها، فبيطلعوا الطيارة دي يجيبوها في اسرع وقت ويبعتوها للمستشفى. عموما نرجع للفيديو بتاعنا. النوع ده من الطواحين اسمه الطواحين الهوائية. في نوع تاني استخدموه بعد كده اسمها الطواحين الكهربائية، ودي موجودة عندنا في مصر على الطرق الصحراوية. يعني المية دي كل ما تحاول تخش المدينة هنا الطاحونة التروس بتشتغل وبتطرد المية بره، فبتيجي هنا تاني، وبكده المدينة اللي أنا عايش فيها دايما محمية من الفيضانات وربنا يستر. هولندا فيها 1200 طاحونة، 1000 بس اللي شغالين، عشان كده تعتبر مصدر سياحي مهم جدا جدا للهولنديين. عشان كده في بعض البلاد اللي حاولت تبني بعض الطواحين، وفي الآخر للأسف بيحصل بعض الشروخ والطواحين بتقع. عشان كده هولندا في القرن ال17 أصدرت قرار بعدم نقل أو مساعدة في بناء أي طاحونة بتحصل خارج البلاد. وبسبب وجود الطواحين والسدود في هولندا عام 1932 عملوا سور أو جسر طويل بيفصل ما بين المياه المالحة ومنطقة المياه العذبة، ودي عملت بحيرة كبيرة عذبة. والمكان ده بعد كده بدأوا يبنوا فيه أجزاء صغيرة من المدن، بسبب عملت ولاية جديدة اسمها فليفولاند. انت متخيل المكان ده ما كانش موجود من 100 سنة فاتت، وبسبب الطواحين دي والسدود عملوا مقاطعة ومدن جديدة. وهم بيبنوا المقاطعة او المدن الجديدة دي قصدوا يستخدموا كم كبير من الرمل، فخلاها احسن تربة ينفع تزرع عليها زهور التوليب. هولندا أكبر منتج لزهور التوليب على مستوى العالم. في ولاية فليفولاند بيتم زرع هناك عدد كبير من زهور التوليب اللي بيتم بعد كده تصديرها للعالم كله. وأحسن وقت ممكن تشوف فيها زهور التوليب هو آخر شهر 4 وأول أسبوعين من شهر 5. حتى في طريق موجود هناك مصنف من ناشونال جيوغرافيك إن هو واحد من أحسن طرق العربيات في العالم. ده خلاه مكان سياحي مهم بيجيله الناس من جميع انحاء العالم. للاسف انا رحت السنه دي متاخر شويه اول شهر 6 وبالظبط لقيت وردتين صورت جنبهم انا ومراتي ومشينا. بس السنه الجايه هنروح في اول شهر 5. من الاخر الهولنديين كانوا في تحدي ضد المياه، فبدل ما يسيبوا البلد ويمشوا قرروا يحاربوا المياه، فبنوا السدود لحمايتهم من الفيضانات والطواحين عشان يطردوا المياه بره، ونجحوا في ده. فعملوا بحيرات عذبه كبيره وحولوها بعد كده لمدن ومقاطعات جديده ما كانتش موجوده من 100 سنه فاتت الناس تقدر تعيش فيها، بسبب ان المكان تربته رمليه وخصبه. ده كان انسب مكان يزرعوا فيها زهور التوليب، واصبحوا اكبر مصدر لزهور التوليب على مستوى العالم. فمن الاخر الهولنديين قدروا يحولوا المستحيل لممكن.
فده كان اول فيديو ليا في القناه في هولندا، يا رب يكون عجبكم. فما تنساش تعمل اشتراك في القناه وترن الجرس اللي تحت الفيديو وترن الجرس اللي تحت الفيديو ولايك عشان تتعلم. واستنونا في فيديوهات جايه كتير. يومكم لذيذ. سلام. عملت أكبر مشروع ليها في القرن العشرين، هو سد النهضة. يا اعمى يا اعمى ايه مش بس ازاي الهولنديين قدروا يحموا نفسهم من مياه بحر الشحن؟ بص الطحينه واحد من احسن طرق العربيات في العالم، اللي بيكون طوله 100 كيلو متر. انت متخيل 100 كيلو متر؟ يعني انت متخيل انك تبقى ماشي بالعربيه في وسط بالعربيه في